ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده اهم اسئله ماده الاجرام والعقاب، فرقه اولى عربي اجرام وعقاب، وفرقه اولى انجليزي هتبقى اجرام بس. تمام. اول سؤال، تكلم عن مفهوم الجريمه، مهم جدا ام سي كيو. تكلم عن مفهوم المجرم، مهم جدا، بيجي ام سي كيو وبيجي مقالي. تكلم عن اساليب البحث الفرديه، تكلم عن اسلوب الاحصاء الجنائي، تكلم عن نظريه لومبروزو، مهمه جدا 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 كمقالي، تعتبر من اقوى النظريات، مقالي وام سي كيو. تكلم عن نظريه هوتون، تكلم عن نظريه التحليل النفسي اللي هي فرويد، سيجموند فرويد. تكلم عن نظريه صراع الثقافات، تكلم عن نظريه المخالطه الفارقه لسيزرلاند، دي مهمه جدا. تمام. تكلم عن السلالة كأحد العوامل الداخلية للإجرام، تكلم عن السن كأحد العوامل الداخلية للإجرام، تكلم عن الجنس كأحد العوامل الداخلية للإجرام. ده الجزء الإجرام اللي هو المشترك بين عربي وبين إنجليزي. تمام. طيب باقي الأسئلة هعمل فيها إيه؟ والله لو ذاكرتها يبقى أنت كده أفضل بكتير. طيب أنا عايزة أركز على حاجة أدخل بيها، أبتدي بيها وانتهي بيها قبل ما أدخل الامتحان. الأسئلة دي مهمة، أكد عليها في المحاضرات، بتيجي كمان في الامتحانات كتير، فناخد بالنا منها كويس جدا 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 ان شاء الله. بنسبه 99% هتكون في الامتحان يعني كالمعتاد، وكدكتوره بتاكد عليها. تمام. الجزء العقاب بقى، تكلم عن الجزاء الجنائي، تكلم عن مفهوم العقوبه، مهم جدا. تكلم عن العقوبات البدنيه، تكلم عن العقوبات السالبه للحريات، تكلم عن العقوبات الماليه، تكلم عن ماهيه التدابير الاحترازيه، تكلم عن الشروط اللازمة للتدابير الاحترازية، تكلم عن أنواع المؤسسات العقابية، مهم جدا. تكلم عن نظم المؤسسات العقابية، مهم جدا. طيب ده اللي اتفقنا عليه، اللي احنا هنبتدي بيه وهننتهي بيه. طيب والباقي ذاكرته؟ تمام جدا. مش قادر تذاكره او دماغك مش مستوعبة، احفظ العناصر واقرا الباقي مرتين. طيب نظام الامتحان، طبعا الام سي كيو هيجي في المقالي، الام سي كيو هيجي معلش في الاجرام، بالنسبه لحقوق عربي هيجي في الاجرام والعقاب، مفيش مقالي في جزء وام سي كيو في جزء، لا خالص. تمام. وبعد كده هيجي المقالي 3 اسئله ونختار منهم 2، وساعات 4 وتختار منهم 2 برضه، مفيش مشكله فيهم. طيب بالنسبه لحقوق انجليزي، الاجرام خلينا متفقين عليه، العقاب البينولوجي ده طبعا مش تبعي، بس اعتقد ان هو كله هيبقى نظام واحد. بالنسبه للاجرام هيبقى فيه جزء ام سي كيو وجزء هيبقى مقالي. تمام. خدوا بالكم بقى عشان انتوا في سنه اولى، عناصرك بالقلم الاسود اهم حاجه وبتعلي التقدير. ما تعيدش وتزيد في معلومه انت كتبتها مليون الف مره، لا. قسم الموضوع فقرات، خلي خطك كويس، قسم الوقت كويس عشان ما تحلش وتلاقي نفسك اتزنقت في اخر سؤالين في المقالي مش هتعرف تحلهم كويس. تمام. ما تعملش فهرس في الكتاب او ترقم الصفحات لانها بتعتبر علامه. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله في المواد اللي بعدها. سلام.